الأكلة الشهيرة عند الشعب المصري وخاصةً في الأعياد، بُصّوا بيبقى ليها طعم تاني خالص، خالص، والأكلة دي بالذات ما بيختلفش عليها اتنين ولا صغير ولا كبير، يعني مرضية لكل الأذواق، وهتعمليها ومش هتكلفِك حاجة خالص، خالص، لأنها اقتصادية جدًا، جدًا، جدًا فوق الخيال، والطعم بُصّوا وهم والشكل مش قادرة أقول لكم هو واصف نفسه، عملت كده إيه الكشري طبعًا مشكّل والبصل المكرمل والمقرمش بقى وشوية الدقة كده بالليمون والكزبرة والخل بيبقى في حتة تانية خالص بقى مع سنة شطة مع شوب الحاجة ساقعة ده وألف هنا وشفا على قلوبكم وجربوا الطعم بصوا في حتة تانية خالص والشكل بيتكلم مش محتاجة وصف خالص ولا كلام. عاوزة بقى ايه ان انت تخرجي كده وتروحي اي خروجه وجوزك وافق اعملوا الاكله دي وثقه ان شاء الله هيوافق. فانا عملتها عشان طبعا ايه زوجي العزيز يرضى يخليني اروح عند اهلي وكده واخرج بقى خروجة العيد، وخرجت بالفعل انا والولاد وان شاء الله هوريكم بقى كده ايه الخروجه في فيديو تاني منفصل وهتبسطوا معايا قوي. وعاوزه اقول لكم بقى لو عاوزه جوزك يوافق على اي حاجه تتخيليها كده وفن الاقناع فعلا ان انت يعني سر ايه سر قلب الراجل معدته، فاملي معدته باكله كده ايه يعني مصريه شهيره يحبها وان شاء الله يوافق على كل حاجه انت عاوزاها وفي لمح البصر بمنتهى السهوله. ولو الفيديو عجبكم واستفدتم منه ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان كل حاجه بنزلها ان شاء الله توصل لكم اول باول. برضو لو بتشوفوا الفيديو ده على بيج الفيسبوك ما تنسوش اللايك الحلو زيكم والمتابعة للبيج، واستنوني في فيديو جديد. سلام.